الله يسعد لي أوقاتكم يا رب. كيفكم يا غاليين؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. أنتوا عم تحضروا فيديو اليوم. بالبداية يا صبايا، قبل ما ننسى خلينا نذكر رب العالمين ونصلي على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مثل ما لكم شايفين يا صبايا، هلا هذا الفيديو بصراحة مصور على أكثر من يوم. فهيك يعني جمعت لكم فقرات وجمعتهم يعني فيديو واحد مشان ما يكون ممل وتتسلوا بإذن الله. اليوم كان فطور يوم الجمعة مع العيلة، كان في مشوار على وسط البلد. يعني فيه شغلات رح تعجبكم بإذن الله. اليوم هيك حبيت أغير شوي عن القهوة، وكان مشروبي هوت شوكليت من عند النتشة. صبايا هاد جايبته، بحس أنا كل منتجات النتشة طيبة يعني. في السحلب، في الهوت شوكليت، في يعني في أكتر من نوع جربته من النتشة وكتير حبيته. فوالله يا صبايا، بعد ما شربت كاسة الهوت شوكليت بتبلش بشغل البيت. وحبيت اليوم يا صبايا أحكي معكم، شارك معكم بموضوع، وبدي أحكي معكم وأنتوا قولولي شو رأيكم. اليوم يا صبايا بدي احكي لكم انه الشي يا صبايا، مو بكبر البيت ولا بالعفش اللي كتير باهظ سعره، ولا بالمطبخ الكبير، ولا بأي شي يا صبايا. ايام بتلاقوا بيت صغير وبيعجبكم احلى من 1000 بيت. عن جد يا صبايا. لهيك خلوا عنكم دائما قناعة، ودائما يعني يقتنعوا بأي شي يا صبايا. يقتنعوا بالشي اللي عنكم. عن جد هلا أنا بيتي قديش صغير، ويعني مناسب طبعا لإلي ولعائلتي. وعندي يا هذا البيت أحلى بيت، بشوف راحتي فيه للبيت. وقديش بشوف البيوت يا صبايا ما بحس يعني أحلى شي بحس إنه بيتي. والله يا صبايا، ما بعرف إذا أنتوا مثلي يعني. ما بلاقي راحة إلا ببيتي، ما بلاقي يعني أي شيء. أنا ما عم بحكي إنه ترتاحوا ببيوت غيركم، لا، بس إنه تنعجبوا ببيوت غيركم أو كذا. فعن جد يا صبايا، ياما عالم بتشوف بيوتهم مجرد إنه غرفة وصالون أو كذا، بس بتلاقوه بيت مكنكن ومرتب. يعني بحس أنا الرتابة أهم من الحجم، والنظافة أهم من الكبر. يعني عن جد أنا كتير بتهمني هيك شغلات. فأنتوا حكولي يا صبايا، البيت أول ما تفوتوا عليه شو الشي اللي بيلفت نظركم؟ أنا أكتر شي بيلفت نظري بالبيوت يعني هي نظافتها ورتابتها. كتير أيام يا صبايا بيجي علينا إنه مو جعبالنا نشتغل أو مالي قلبنا من الشغل. ف يعني أنا شو بعمل دائما؟ بخلي أساس بيتي نظيف. يعني لما تجيني الحال إنه مو جعبالي أشتغل، بيكون أساسه نظيف. يعني بيبقى علينا شوية رتوشات حتى ما يكون في ضغط. بحس يعني أساس التنظيف يا صبايا هو خزن البيت، خزن يعني خزن المطبخ، خزن التياب، الأواعي، هدول بحسهم مهمين. السجادة طبعا ما تكون مبقعة أو كذا، كمان هي يعني كتير بحسها مهمة. وشو كمان يعني بحس الرتابة أهم شي. يعني أهم من إنه نكت مي وندلق مي ونشطف وكذا، لا لا، الرتابة هي أهم شي. الضبضبة، الكنكنة، بحس إنه دول شغلات أهم من أي شي. وهيك يا صبايا، هون كان فطور يوم الجمعة مع عيلتي. مثل ما قلت لكم إنه أنا عايشة ببيت عيلة. فهون كان فطوري مع حماتي وسلفاتي وجوازهم وولادهم. فطور يوم الجمعة سبحان الله بتحسه حلو مع الكترة. كتير كتير يعني بحبه أنا يوم الجمعة إنه يكون يوم هيك للعيلة نجتمع فيه. دائما ملهيين يا صبايا بالحياة، بس إنه نخصص يوم واحد إنه نجتمع مع العيلة. نجتمع مع أولادنا، يعني مع أولادنا كلياتنا. فهون يا صبايا بعد ما فطرنا وعملنا لحالنا كاسة نسكافيه، وكل واحد يعني هيك قعدنا نحكي ونتحدث. خطتنا انه نطلع مشوار. هل المشوار كان بيوم والجمعة بيوم. فكان مشوارنا يا صبايا على وسط البلد. كانوا ولاد اختي كتير كتير حابين انه يشتروا روايات، وبتعرفوا هنيك الروايات كتير حلوة يعني، وبتلاقوا حتى سعرها كتير بيختلف عن السوق. والله يا صبايا رحنا على وسط البلد، شي اللي بده يجيب خضرة، شي اللي بده يجيب رواية، شي اللي بده يجيب يعني هيك متنوع. فخليت لكم الصوت على يعني على حاله.
فرجيله يا خلص. عن جد. هون يا صبايا سوق الندى، كل شي فيه ألعاب للولاد وكتير شغلات يعني بتلاقوها هون. ماشي. بس ليش اسمع ماما ليكي كلياتها. وهون يا صبايا بعد ما خلصنا تفتيلات بالسوق وجبنا اللي بدنا نجيبه وعملنا وساوينا، هون رحنا على مطعم اسمه سيران. عن جد يا صبايا هذا أكله بيجنن، ومن كتر ما أكله طيب حبيت صور لكم الأسعار كذا. بتحسوا هو كأنه المحل صاحبه سوري المطعم. فكتير طيب البروستد، البطاطا المقرمشة، الفروج المشوي، الفروج البروستد عن جد بشهي عنده. فحبيت يعني انه الشي اللي انا بحبه او بستفيد منه بحب اني فيدكم فيه. فصورت لكم كل المنيو عنده مع الاسعار. وهي صبايا صورت لكم البروستد والمشوي. عن جد انا كتير يعني بالاردن بدور من هي البطاطا مثل تبع الشام، وكتير دورت يعني وما كنت لاقي منها. بعدين هون لقيت من هي البطاطا من عند هذا المطعم اللي قلت لكم عليه. ونحن طلبنا فروج بروستد وفروج مشوي. ما بتتخيلوا يا صبايا قديش طعمته طيبة، خاصة هي البطاطا اللي حبيتها كبيرة مع البهارات تبعها كتير كتير طيبة ومقرمشة. وحبيت هيك صور لكم شوي من أجواء المطعم، يعني لا إعلان ولا شي والله يا صبايا، مجرد إنه يعني إذا بتحبوا تستفيدوا أو كذا حبيت أحكي بس. وهون يا صبايا بعد ما رجعت على البيت، مين مثلي أنا بحب بس ما أكون يعني بس أكون بمشوار أو كذا بحب بس أرجع على البيت أعمل لحالي فنجان قهوة هيك رايق وأشربه هيك لحالي ومخمخ، يعني على قولتنا نحن السوريين نحب نمخمخ. وهون بكون وصلت معكم يا صبايا لنهاية الفيديو. بتمنى يا صبايا إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من اللايك واشتراك بالقناة. سلام يا صبايا، إن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، بأمان الله.